والله يعني انا مش عارف انا اقول ايه بصراحه. الواحد يعني بيقول لك الاهلي هو اللي بيفرحنا وبتاع، هو بقى مصدر التعاسه الفتره دي، والاهلي يتعادل ويعتبر اسوأ يعني بدايه في الدوري عامه، الدوري المصري. لا انا اول مره اشوف الحوار ده، الحوار اللي هو يلعب 4 ماتشات ويبقى كسبان ماتش واحد، وكسبان الماتش ده كده عشان الفرقه كانت تعبانه، مش عشان الاهلي كان جامد يعني. فاهم؟ الاهلي هو النهارده تعادل مع انبي وكان هيخسر، بس لولا اوفسايد هو اللي لحقه، وكان برضه هيضيع لولا الشناوي هو اللي لحقه بهجمه مرتده الله اعلم كانت هتبقى جون ولا مش جون، ومن حوار الطرد يعني. ففي لخبطه كتير. فانت لحد دلوقتي تقعد تفكر بقى كده وتقعد تقول هو يا جماعه الاهلي هو كويس ولا وحش؟ هو الاهلي ايه النقطه اللي جاي مش جاي معاه السكه؟ هي بقى حوار اللعيبه. هي اللعيبه حابه بعضها ولا مش حابه بعضها؟ هي اللعيبه بتلعب بروح ولا مش بروح؟ هي اللعيبه بتلعب عشان النادي، ولا هي خلاص بقت بتاخد المرتب وبتاع وخلاص ما بقتش فارقه معاها عشان بقت معاها فلوس كتير فشخ؟ فبيقول لك اللي هو ايه، احنا فاقدين الشغف، احنا عملنا حاجات كتير، انتوا عايزين ايه تاني؟ انتوا يعني تتأمروا، ويعني النفس اماره بالسوء يعني. فاهم اللي هو ايه؟ انا مش عارف انا بقول ايه، بس هو يعني انت خلاص يا جماعه انا قدمت لك وانت جيت عليا فتره بتقول لي اللي انا كويس. هل انت بقى اللعيبه بتفكر في كده؟ هل الاداره من ساعه حوار محمود الخطيب اللي هو خلاص مش هيبتدي يكمل تاني فده مصدر يخليه اللعيبه تتاثر بيه؟ الله اعلم. انا نقدر نقول راينا الشخصي ومن وحي خيالي انا، مش من حاجه تانية. اللي انا اقدر اقول النهارده الاداء عامه، انت مش عارف الاهلي عايز مدرب ولا الاهلي عايز مدرب. اللعيبه عايزه لعيبه بامانه. هتقولي يعني ايه اللعيبه؟ يعني انت النهارده بتتفرج على اللعيبه اللي ما تعرفش، هي ما عندهاش روح، اللعيبه مش راضيه تمشي الدنيا. فاهمني اللي هو ايه؟ جمله مفهومه بتاع يعني. انت احسن الوحشين النهارده كان تريزيجيه، اللي هو عليه علامه استفهام من ساعه ماتش ميامي، من ساعه ما هو لاعب اصلا، اللي هو الموضوع قلب معاه نفسي اصلا. هو اللاعب هو مش عدى مرحله اللي هو يا معلم ده لاعب، لا الراجل نفسيته تعبانه، انا بحب تريزيجيه ومش عايز انا يجي عليا فتره اللي انا اقول يا جماعه هو ايه اللي جابه. انا بحبه وحاسس اللي هو يعني اللي انت بتشوف اللي هو ايه، الراجل ده كان بيشيل منتخب فتره من الفترات. عايز اعرف برضو نقطه، هو يعني احمد كوكا يعني انا ما اعرفش هو بيلعب مركز 6 ولا مركز شمال، في لخبطه كده، مفيش جمله ثابته. انت محمد هاني ما بيزيدش، انت كده عارف. انت ما بتشوفش محمد شريف بيعمل ايه، حوار زيزو ربنا يشفيه بالاصابه بتاعته، وحوار اللعيبه اللي عماله كل شويه تضم في القلب ما تلعبش على الاطراف. يعني انا برضو نقطه برضو نرجع ليها، محمد شريف هو لاعب محطه ولا لا؟ هل انت التاثير بتاعت الليله دي كلها بسبب مشيان وسام ابو علي؟ يعني اعتقد الاهلي ما بيتاثرش بامانه التاثر الكبير قوي ده بالطريقه دي. يعني انت من ساعه المهاجم ده انت بادائك زي الزفت، انت من ساعه انت اصلا مشيت المدرب بادائك زي الزفت اكتر. انت ما كانش راضي على اداء كولر، انت دلوقتي بقى اللي هو ايه، انت بقيت في الوحل، انت بقيت في الطحن، انت دلوقتي مش فاهم اي حاجه. انت كان واحد جمهور كده يجي يتفرج ويجي يقول لك هو الاهلي وحش، هتيجي تقول له والله ما عارف هو الاهلي ليه بيلعب كده، هو ليه اصلا النقطه دي، بالرغم ان انت هو الموضوع مش في المدرب، موضوع في اللعيبه ذات نفسها. اللعيبه اللي هي خلاص ما بقتش فارقه معاها، وتحس ان هي خلاص انا مش محتاج اوجع دماغي، انا مقموص ولما افك كده هبقى راضيكم. حوار اللي انت القطع الناقصه اللي انت كنت بتقول عليها اللي امام ينزل، اللي انت منزله في وقت انت ما ينفعش انت تلعب فيه. التبديلات اللي هي حصلت في الشوط الثاني، واللي انت كنت هتتسوح وهتخسر الماتش ده وربنا ستر بالنقطه، دلوقتي في المركز ال 15. فلا مؤاخذه يعني انا مش عارف، انت الزمالك احسن منك. بيراميدز دلوقتي انا ابتديت اقتنع، مش يعني ما بقتش، انا مش بقيت اقتنع، انا بقيت متاكد ان بيراميدز هتاخد الدوري. اعتقد الدوري بالنظام الجديد بقى يعني الجولات بتاعته قصيره، ما اعرفش انت هتتعامل ازاي. هل انت هتتعامل بقى بحوار بنك الاهلي السنه اللي فاتت والحظوظ والحاجات دي؟ هل انت بقى لما انت تشوف افريقيا باللعيبه بالاداءات اللي انت هتلعبها في افريقيا هتقدر تستحمل؟ هل انت الفلوس الطائله اللي كانت يعني كده الاهلي غني عامه،
بس هل محمد بن رمضان جه وزيزو وبن شرقي والرجال وامام والناس دي، حسيت اللي هو بيقول لك الجلاكتيكوس بتاع افريقيا بقى بيأثر شويه؟ انا ما اعرفش ايه حوار جلاكتيكوس افريقيا ده الناس بتقول عليه. فهل انت الموضوع ده بيأثر؟ انا مش فاهم وعايز افهم النهارده. انت الاداء النهارده الرجاله كانت بتعمل ايه؟ حتى البودله اللي نزلت مفيش اي افاده. والله يا جماعه يعني مش عايز حد يتريق عليا، انا قفشه يعني حسيته بيعمل حاجه، يعني فاهم اللي هو بيدي كام باص كده، بيفتح مساحه لواحد وبتاع، الحاجات البديهيه. بن شرقي جملتين بس. هل بقى اللعيبه كلها تمام؟ هل لا مؤاخذه انا مبسوط ان النهارده تعادلوا عشان نعرف ايه المشكله، نعرف ايه الصيغه، ايه الدنيا ايه النقطه اللي مخلياني انا مش فاهم الاهلي ليه بيعمل كده. ايه النقطه اللي مخليه حوار المدرب اللي هم يعني اللي هو جابوا لريبيرو وقلت له اديله الفرصه بتاع، الراجل خد فرصته اكتر بالاول وخد بزياده، والراجل مش نافع في اي حاجه حرفيا. هتقول لي انت كنت بتقول من فتره قديمه اللي هو الراجل ممتاز، قصدي مش ممتاز، اديله فرصته، خلاص خد فرصته وما نفعش. هتعمل ايه بعد الفتره دي؟ انت دلوقتي مش هتتكلم على ماتش زي ده، انت تعمل ايه بعد الفتره؟ انت بادئ بدايه زي الخرا، انت بادئ بدايه تخوف، ترعب اللي هو ايه؟ اللي هو يا جدعان انت السكواد بتاعك اقوى من السكوادات اللي فاتت اللي انت كنت بتاخد بيها افريقيا، ولا انت عشان الجمهور اداله امل كبير ونطاق واسع وزي اللي هو ايه ده هياخد الاخضر واليابس، ده بيتاخد في الاخضر واليابس، اخضر ويابس كمان. فانت مش فاهم هو اللعيبه ليه كده. يعني بن رمضان النهارده انا حاسه كويس بس هو مش كويس في وسط اللعيبه. هل هو وحش عشان وسط اللعيبه؟ لا، هي اللعيبه مش متفاهمه. الاسئله دي والله العظيم انا عايز حد يجاوبني عليها. انا مش بتكلم اللي هو ايه اللي انت بتتفرج على الفيديو عامه اللي هو ايه طب قول لنا على بتاع، انا ذات نفسي بسالك يا اللي بتتفرج. وكمان انا هموت واعرف بعد ما في الفيديو، هموت واعرف ايه اللعيبه ليه بتلعب كده اصلا. النفسيه وحشه، الدنيا تعبانه، مشاكل عائليه، مطلقين، ولا ايه الدنيا؟ مش فاهم. مفيش ولا واحد عدل، واللي تلاقيه عدل عشان نفسيته بس ايه ده في ايه؟ حتى الجمهور يعني فاهم شد عليك عشان انت ما عندكش دم، لا مؤاخذه، ما بتحاولش، ما بتجريش، ما حاسسش ان انت عرقان. هتقول لي بعرق، تلاقي بس تيشيرت بوليستر بس فما بتجريش قوي، فبتلاقيك بتعرق بس على الفاضي، الجو حر اصلا كمان. تقول لي انا مش فاهم. فانت بقى تيجي تتكلم بقى في المطوشه اللي بعد كده، انت تلعب بالنظام ده، طب انت هتشوف مدرب ايه؟ اسئله كتيره ومش لاقي ليها اجابات. انا اتمنى الاجابه معرفش تتقال من الاداره ولا من اللعيبه ولا من كابتن الفرقه استاذ محمد الشناوي، لو كان هيجيب ضربه الجزاء. وسؤال يعني حوار ضربه الجزاء، ضربه جزاء عادي، راجل كوعه في ظهره وبتاع ومفيش اي مشاكل، حتى لو مش ضربه جزاء. انت اصلا ما عملتش حاجه اللي انت تستاهل اصلا تكسب ماتش زي ده. الشوط الاول يعني انت كميه اللي انت بتمسك التليفون تقعد تقلب كده وتطنش الماتش اصلا. الشوط الثاني ابتديت سيكا اللي هو ايه، ابتديت احس اللي هو ايه ماشي يعني بتمشوا كام كوره كده بتاع. سأل النظام ده ينفع اصلا في افريقيا؟ ينفع معاك في اي حاجه تانية؟ هو الاهلي اخر ماتش انا اتفرجت عليه كويس بتاع بورتو، مفيش اي حاجه تانية بعدين. الله اعلم الدنيا هتكون ماشيه ازاي، واتمنى الاهلي يكون فتره قصيره في الازمه دي، عشان دي انا شايفها ازمه. عشان لو الازمه كبرت انا مش عايز اتخيل حوار الفتره اللي بعد الكونفدراليه وبتتاهل من المجموعات بالعافيه، وفي بطوله ما تاهلتش من دور المجموعات اصلا. فانا اتمنى مش عايز اعيش فتره زي دي، عشان انت ما عندكش حاجه لاي حاجه، واي فشل مطلوب منك انت هتستغربه وانت فشلت فيه ازاي، عشان انت معاك كل الامكانيه، معاك اي حاجه، معاك كل حاجه. لعيبه يعني انا مش عارف، الجونج دخل اللعيبه انبسطت بره في الدكه، طب اللعيبه اللي في الملعب مش مبسوطه ولا ايه؟
اسئله كتير وعايزه اجابه، فاتمنى يعني الاجابه دي تترد، فاهمني؟ حد يرد علينا ويقول لنا، واتمنى انا مستني الرد، وان شاء الله الاقي ايجابيه في الفتره الجايه وننبسط، عشان انا مش عايز اشوف الاهلي بالمنظر ده بصراحه. سلام.